سنة 1996 اتخرجت من جامعة أوديسا للفنون، ولمدة 6 شهور قبل ما ترسم اللوحة اللي هتكلم عنها النهاردة كانت بتحس دايما إن في شخص بيراقبها، بس كانت بتحاول تبعد الأفكار دي عن دماغها. وفي يوم كانت قاعدة وقدامها قماشة فاضية وكانت بتفكر في حاجة ترسمها، وفجأة ظهر قدامها وش لامرأة. طب عادي يعني، وايه المشكلة؟ المشكلة انها شافت الوش بكل تفاصيله، بالالوان والملامح والظل وكل حاجة، وحست ان في حد دفعها اللي هي ترسم اللوحة. وبعد 5 ساعات خلصت اللوحة بنجاح. كل اللي فات ده عادي، بس اللي مش عادي اللي حصل بعدين. عرضت سفاتلانا اللوحة للبيع، وبالفعل سيدة اعمال عجبتها جدا اللوحة وقررت انها تشتريها. وبعد ما سيدة الأعمال اشترت اللوحة قررت ان هي تعلقها في أوضة نومها. بعد أسبوعين جت بالليل مكالمة غريبة جدا لسفاتلانا، ولما ردت عرفت انها سيدة الأعمال اللي اشترت اللوحة، منهارة وبتترجاها اللي هي ترجع لها اللوحة تاني. ولما سألتها سفاتلانا ايه السبب، قالت لها انها مش عارفة تنام، ودايما حاسة ان في حد معاها في الشقة رغم ان هي عايشة لوحدها. اخدتها وخبتها في الدولاب، وبعد ما خبتها فضلت تعيط وتقول لها ان هي مش عايزة اللوحة دي تاني في بيتها. لوحة فتاة المطر، رغم انها ما اترسمتش في يوم مطر ولا حاجة. في ناس كانت بتشوفها بتضحك له، وفي ناس كانت بتشوفها ان هي زعلانة منه. المهم في شاب تاني اشترى اللوحة ورجعها لانه حصلت له برضه حاجات مرعبة، وقال انه وهو نايم بيحلم كل ليلة بفتاة المطر، ولما بيكون صاحي بيحس ان في واحدة بتراقبه. الشاب بيقول انه خلاص قرب يتجنن وبقى مرعوب طول الوقت. رجع اللوحة لسفاتلانا وحتى ما خدش فلوسه. نيجي بقى على القصة الثالثة والأخيرة. آخر واحد اشتراها سمع عن كل القصص دي بس ما صدقش، وقال ان الست شكلها كيوت، هيحصل ايه يعني، ومش معقول يطلع منها الكلام ده. بيقولك في البداية ما كانش واخد باله من عيونها البيضة، بس بعد ما أخد باله منها حصل له حاجة غريبة جدا، صداع. بس مش أي صداع، صداع مزمن لدرجة انه ما كانش يقدر يعمل اي حاجة في حياته من كتر الألم. وبكده رجعت اللوحة لصاحبتها من تاني. في ناس بتقول ان اللوحة ملعونة، ممكن انها تجنن اي حد في وقت قليل جدا. وفي ناس كانت بتقول ان سيدة المطر دي حية مش مجرد لوحة، وان في طاقة غريبة ومرعبة بتطلع منها. وفي ناس قالت ان الست اللي في اللوحة وشها مألوف وتحس انك شفتها قبل كده، بس فين بقى ما تعرفش. اقول لكم على حاجة، انا حاسه ان اللوحه دي ما كانتش عايزه تروح لحد، وكانت عايزه تفضل مع اللي رسمتها سفاتلانا. مش عارفه بس حسيت كده. اللوحه موجوده حاليا بصالون فينيسيا ببكين. تعالوا بقى اكلمكم عن لوحه تانية كانت موجوده عند اغلب بيوتنا زمان، ومش عارفه الحقيقه ليه نعلق لوحه زي كده في بيتنا. ايوه، لوحه الطفل الباكي. كتير مننا يعرف اللوحه دي بس ما يعرفش ايه قصتها. اللوحه دي رسمها فنان اسمه برونو أماديو. الرسام ده من أشهر الرسامين في أسبانيا، وكان مهتم برسم الأطفال اللي بتعيط، ورسم صور كتير لأطفال بتعيط من سن 2 لحد 8 سنين. وبالرغم إن كل لوحة كانت لطفل مختلف عن التاني، بس كانت كلها بتتسمى بلوحة الطفل الباكي. المهم في يوم كان ماشي في شوارع مدريد سمع صوت طفل بيعيط، بس بيعيط جامد قوي. فطبيعي يعني لو حد شاف المشهد ده هيروح يطبطب على الطفل ويسأله مالك في ايه. وده اللي حصل فعلا. قرب برونو من الطفل وسأله ايه سبب عياطك. الطفل ما ردش عليه وعمال يعيط برضه ومش راضي يسكت. برونو صعب عليه الولد جدا وقرر انه ياخده معاه بيته ويقدم له اكل. وبعد ما الطفل كل قرر برونو انه يرسمه وهو بيعيط، وكل شويه الولد يزور الرسام وهو برضه بيعيط، والرسام يروح راسم له صوره. وصل عدد اللوحات المرسومه للطفل ده ل 28 لوحة. تخيلوا معايا كده ان خلال 28 مرة اللي زار الولد فيها الرسام ما تكلمش كلمة واحدة، ولا حتى الرسام عارف حتى اسمه. الولد كل اللي بيعمله انه بيعيط بس. اللي مر بيه الولد لدرجة انه يبقى محطم بالشكل ده. في يوم قرر كاهن صديق الرسام انه يزوره في بيته، وشاف بالصدفة صورة الطفل الباكي. لما شاف الكاهن الصورة اتوتر وقال له ان الطفل ده اسمه بونيلو، وانه بيعيط عشان شاف باباه بيتحرق قدامه في البيت، لحد ما اتفهم وان لازم يبطل يساعده لانه اي مكان بيروح الطفل ده بتقوم حريقه ومحدش يعرف اسبابها ايه. بس برونو ما سمعش الكلام صديقه وصمم انه يكمل مساعدته للطفل. لا ومش بس كده، ده هيتكفل بالطفل كمان ويعيشه معاه. وفي مره رجع برونو لبيته لقى بيته كله اتحرق باللي فيه الا صوره الطفل في البيت. وطبعا الرسام اتهم الطفل ان هو حرق بيته، راح حارب الطفل. سنة 1985 في جريدة بريطانية كتبت إن في سلسلة طويلة من التحقيقات عن حوادث حريق غامضة، وإن العامل المشترك في قصص الحريق دي هي لوحة الطفل الباكي. ما عرفتش تفاصيل كتيرة غير اللي قلتها، وإن في علامات استفهام كتيرة قوي ملهاش تفسير حول لوحة الطفل الباكي دي. بس الحقيقة إن حياتنا كلها مليانة علامات استفهام. بس أنا عن نفسي مقتنعة جدا إن الطاقة السلبية بتأثر على مودنا وحياتنا، وإحنا أصلا حياتنا مش ناقصة سلبية يعني.
فالمفروض نحاول نعمل لنفسنا جو لطيف ونملى بيتنا طاقة حلوة. ورد بقى، صورة مبهجة، تفاصيل صغيرة ممكن تفرق في مود الواحد. وبكده تكون خلصت حلقة. لو عجبك محتوى الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل منشن لصاحبك اللي بيخاف من الحاجات الرعب. استنوني في حلقة جديدة من برنامج الطيف.